وجهة نظر انا المتواضعه يا كابتن توفيق، اتفضل يا كابتن. ان النادي الاهلي له ضربة جزاء، ركله جزاء صحيحه الحقيقه لم تحتسب لصالح النادي الاهلي في قرار يا كابتن مجدي انا بعتبره الحقيقه هو القرار الاغرب والاسوأ في تاريخ التحكيم المصري. تمام. يعني بص وصلنا للحته دي كمان، يعني انا بعتبر ان القرار بالنسبه لي انا كتوفيق سيد قرار غريب جدا وعليه علامات استفهام كبيره جدا الحقيقه. ايه هو؟ قرار ركله جزاء، قرار كره ركله جزاء 100%. قرار عدم احتسابها ركله جزاء. قرار عدم احتساب اللعبه ركله جزاء. لما يكون عندك الحكم رقم 1 في افريقيا ومن المصنفين على العالم في الفار محمود عاشور يا كابتن مجدي، يعني هو محمود بعت له قال له ضربة جزاء؟ محمود قال رايه، معنى انا بعت لك انا بقول لك تعالى انت القرار اللي احتسبته او اللي انت ما خدتوش وقرار خاطئ، انا بحاول اغير لك قرار. وقال له تعالى تاكد من القرار، انا شايف كفار انها ركله جزاء، وهو يروح يبص عليها ويصمم على رايه. معرفش ده الكابتن توفيق يقول لنا ده نسميه ايه؟ عاشور جاب له جميع الزوايا اللي تقول ان اللعبه ركله جزاء الحقيقه، جميع الزوايا وجميع الصور اللي تقول ان اللعبه ركله جزاء، وان لاعب نادي سيراميكا او مدافع نادي سيراميكا شايف مصدر الكوره يا كابتن مجدي وايده وايده مكبره جسمه، فبالتالي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب.